تعالوا نشوف في الفيديو ده ازاي بنركب القفل المغناطيس في الشنطة الكروشيه، بالذات الجزء ده من غير ما يسيب اثر في غطا الشنطة. هركب الجزء الاول بالطريقة العادية، ودي هتنفع لما يكون سمك الشغل متوسط. هحدد المكان المناسب حسب تصميم الشنطة. هضغط على القفل بحيث ان الحرفين يعدوا من بين الغرز. مجرد ما يظهروا بس بشكل بسيط، اخد الجزء ده واركبه واضغط عليه قوي. وبمساعدة الأداة دي هقدر أتني الحرفين للداخل واضغط عليهم كويس. لو كان شغل الخيط سميك فالطريقة دي مش هتنفع، وهنستخدم طريقة تركيب الجزء التاني مع الجزئين. دلوقتي هركب الجزء التاني، وعلشان نثبته هنحتاج خيط جامد بس يكون رفيع، ممكن خيط الصياد مثلا، بس الأفضل إنه يكون نفس لون الشغل، وإبرة خياطة عادية. هنقطع فتلتين قد بعض طولهم حوالي 50 سنتي، واجيب المغناطيس واشبك فيه الخيط كده. وبعدين اركب الجزء ده، اتني الحروف لجوه، اساوي حرف الفتلتين عشان الضمهم في الابرة، وابدأ اخيط. ممكن اعدي الغرزة عادي للجهة التانية، بس ارجع من جنبها على طول من غير ما اسيب اي اثر للخياطة. شغل الكروشيه بيساعد على كده حتى لو كانت الفتلة لونها مختلف. بعد ما باخد غرزة اعدي الخيط للناحية التانية بحيث انه يمر بين القفل والمسند المعدن بتاعه بالشكل ده. واخد غرزة من الجهة التانية بنفس الطريقة، واكرر اللي عملته 4 مرات في الجنبين وفوق وتحت المغناطيس. وبعدين اعقد طرف الخيط عقدة بسيطة تكون تحت المغناطيس بقدر الامكان.
والده من الطرف التاني وكرر نفس الطريقة. بس كده، ولو بتدوروا على طريقة الشنطة هتلاقوها في صندوق الوصف.